انا متحمسه للنهارده جدا لان النهارده معايا حد سبيشال قوي. معايا ماي فريند ماي لايف كوتش، وزي ما بسميها الهوت سبوت بتاعت البوزيتيف انرجي في الشغل. ازيك يا رانيا، عامله ايه؟ الله يخليك يا فادي، تسلمي يا رب. ثانك يو سو ماتش على الانترودكشن دي والكلام عن النيل الحلو ده. لا ده حقيقي والله. الله لا يخليك، ده تسلمي بجد. يا رب. ثانك يو. خلينا بقى ايه نتكلم عن توبيك انتي اللي اتكلمتي معايا فيه وكنتي حابه ان احنا نفتحه ونتكلم فيه، اوكي، let's start. اللي هو you can do it. قولي لي اشمعنى التوبيك ده تحديدا؟ سبحان الله. انا اخترته بالتحديد last week. امم. انا كنت عندي اكتر من حاجه مفترض اعملها، وديدلاينز، ولا يعني حاجات كتيره، امم. فسو ستريس. وفي عندي تارجت في بزنس امم. شغاله فيه، وانا لا انا عايز اعمل الحاجه الفلانيه دي، عايز اكمل كله مع بعض في نفس التايم. ما هو one week امم. and I have to do it. امم. I have to. فالحمد لله target done. والديدلاين، لا أنا الحمد لله لحقت أسلم الحاجات كلها قبل الديدلاين. الحمد لله. فالحمد لله كله done، وأنا I won $100. هو اي حد بيخلص حاجه في الدنيا بياخد $100؟ يا ريت. ال $100 دي كانت إنه لو عملنا تارجت في البيزنس اللي أنا شغالة فيهم، اوكي. فالناس اللي أنا شغالة معاهم كده يعني leaders وكده، فمحددين إنه أي حد بيعمل التارجت ده في الون ويك يعني he deserves محتاجين نعمم الثقافة دي في كل مكان. واهم شيء في انها تكون البيت، بالدولارز. يعني عارفة لو خلصت رتبت أوضتي ماما تديني $100، في الشغل خلصت الليسون بلان اون تايم واخد فكلنا $100. حنكون كده محدش هيتأخر، مبسوطين. مش هيبقى في حد بيتعطل عن شغله. اكيد. طيب فانتي حابة تتكلمي عن حاجة لسه ليكي اكسبيرينس معاها؟ صح اكيد. فسبحان الله يعني بعدين انتبهت انه الانسان، نحن فينا قدرات الحمد لله والشكر لله خرافيه فذه. يعني نحن مرات ما بنشوف القدرات اللي ربنا وهبنا لها، او بنتغاضى عنها لاسباب معينه، وبنختار انه احنا لا، ما شايفين. انا I cannot do it. It's too hard. Later on. امم. لكن once انه خلاص الواحد خدت الحاجة في باله، بيوصل لها. اه يعني فدي حاجة لما انا مؤمنة بيها. بحط في دماغي ان انا هعمل حاجة بكتشف ان انا كنت اقدر. ايوه. امم. لما اختار واقرر فعلا انه انا عايزة اعملها بعملها مهما كانت صعبة. وسبحان الله هاي دي ماما دايما بتقول، عندها جملة بتقول انه الواحد لو قرر انه يهد الجبل بيهده. امم. بتقول انه شايفة الجبل الكبير بيتهدى، بس صح. كيف انه الواحد يختار ويقرر. فسبحان الله يعني انا I was so happy that انه انا قدرت اعمل ده كله. وعلى طول لما كنا نتناقش حتى في موضوع الحلقة، آه قلت لك لا I can do it. امم. نختار التوبيك ده حيكون حلو. انا عجبني برضو ده، لان بالنسبه لي ده الهدف من البودكاست، ان احنا نتكلم مش بس بنتكلم في كلام نظري، لا احنا بنتكلم عن اكسبيرينس مارين بيها، امم. فيبقى الكلام جينوين واحنا فعلا حاسين باللي بنتكلم فيه. صح، من القلب إلى القلب. اه بالظبط. طيب قولي لي انتي بشكل شخصي، ايه اللي كان محسسك انه واقف في طريقك، اللي كان مخليكي مش شايفه انك تقدري تحققي ده او تخلصي في الوقت المناسب؟ اللي هو طبعا أغلب الناس، أنا واحدة من الناس دول، بحب أفتش أعذار. إنه لا أنا شغالة مثلا في الشغل الفلاني من الساعة كذا للساعة كذا، بعد ما أرجع تاني يكون عندي حاجة أعملها، في الموضوع ده مرهق. امم. ف يعني إحساس إنه الواحد لا بس عايز يرتاح، أنا تعبان، او ما عنديش وقت. ما عنديش وقت. أيوة، امم. يعني الأسباب كثيرة، الواحد بيطلع أعذار عشان يوقف نفسه. بالظبط. او ان انا اقول ان ما عنديش وقت مثلا. انا شخصيا اوقات كنت اعمل كده، لو اصلا انا ما عنديش وقت، وبعدين اخد بالي ان انا ما عنديش وقت، بس انا قاعده مثلا فاتحه السوشيال ميديا او بتفرج على التلفزيون. فهي فعلا عليك ممكن تكون اعذار بنقولها لنفسنا. صح، بيحصل كتير. وبعدين لو إحنا وقفنا كده مع أنفسنا وبقينا so honest، لا إحنا الday فيه how many hours؟ مم. 24 hours. مم. فإحنا لو بننوم 8 ساعات، مم. لو بنكون في الشغل 8 ساعات، 16 ساعة. مم. الباقي كتير. أكلنا ونمنا في 4 ساعات، مم. still في time. we have time. فليه في ناس منجزة بتقدر تحقق نتائج يعني رائعة، مم. وبتحقق أهدافها بكل يسر وسهولة وفي أعمار صغيرة، مم. وفي ناس لا، الواحد بياخد لحد ما يصل عمر كبير ويندم على الفات، وأنا لو كانت استغلت من بدري، وأنا لو كان. هو دايما يعني the time that we start doing anything it's the right time. مم. لكن التسويف وبعد ما وأنا عندي
لا لا لا. ونستنى اللحظة المناسبة. أيوة أنا دايما بقول إن مفيش perfect moment. فعلا أبدا ما بالظبط. في لحظة مناسبة. اللحظة المناسبة هي ناو حاليا. أول مرة في البودكاست كنا بنتكلم عن كده، يعني هو just start، يعني خد الخطوة، نط، ما تقعدش تستنى. لو مثلا أنا نازلة مية، ما اقعدش استنى لحد ما أبقى أتعلم السباحة perfect أو درجة الحرارة تبقى مناسبة، لأ، just نط في المية. بس صح. في نفس الوقت مش ننط بمخاطرة، مش أنط لحد ما أدخل أغرق جوه. الواحد يكون واعي شوية وهو بيعمل. بالظبط، ان انا اخد الخطوه المناسبه، بس يعني من غير ما اذي نفسي، ما اقعدش استنى واخد الخطوه المناسبه، بس في نفس الوقت ما اخدش الخطوه دي في وقت انا عارفه ان انا مش هقدر، او فعلا احط ضغط على نفسي. طيب انت اتكلمتي عن ان الفتره اللي فاتت كان عندك شغل كتير جدا في من كذا مكان، وكان في ديدلاينز ولازم تقابلي كل الديدلاينز دي في 1 ويك. ازاي قدرتي بقى تميزي في الفتره دي ان انت فعلا تقدري؟ يعني امتى عرفتي انك فعلا تقدري، وانك ممكن تعملي لنفسك مساحة وفي capacity ان انت تاخدي الخطوة، وان مش انك فعلا مستهلكة او burnt out او ما تقدريش تاخديها؟ ايه اللي بيخليكي تميزي الموقف؟ اوكي تمام. طيب السؤال ده حلو يا هادي. هوفلي فهمتي السؤال. فهمت. لا لا فهمت واضح. لأنه في وجهة نظري إنه الواحد لما يكون حاب إنه يصل للحاجة الفلانية وعايز وقرر بيعملها. فمن هنا الواحد بيسأل نفسه هل أنا فعلا عايز الحاجة الفلانية دي؟ لو أنا عايزة فعلا يعني وحتبسطني لما أنا أحققها بقدر أعملها. بس الواحد يسأل نفسه. يعني أنا بحب موضوع الأسئلة، إنه دايما أسأل نفسي أتناقش معاها إنه هل أنا فعلا عايزة الحاجة الفلانية؟ هل لو أديت زمن من كذا لكذا بقدر أصل للحاجة الفلانية؟ I keep asking يعني على طول على طول على طول. الواحد بيلاقي إنه الموضوع بسهولة مشى، أو لو هو لقى إنه no way out بيوقف. لكن الواحد لما يسأل نفسه كتير بيفتح possibilities كتيرة، يعني تتفتح طرق ways كده، أنت بتعرف إنه خلاص الموضوع ده أيوة ماشي إن شاء الله حقدر. بس الواحد يسأل نفسه ويكون واضح مع نفسه هل فعلا هو عايز الحاجة الفلانية. لأنه مرات إحنا يعني بنتوهم إنه نحن عايزين نصل للحاجة الفلانية بسبب حماس لحظي، حاجة سمعناها أوكي أنا عايز أعمل زي ما فلان عمل. لكن الواحد لما يسأل نفسه ويقعد معاها فبيعرف بالضبط يميز إنه فعلا هو عايز الحاجة دي ولا لا. وانس إنه أنا وصلت لإنه أنا فعلا عايزاها بقدر أوصل لها. طيب أنا عندي سؤال مهم. أوكي. لو أنا قدامي تاسك أو حاجة معينة عايزة أبدأها، تمام، ومحتاجة إن أنا أفضلها وقت، لأن أنا الفترة دي مشغولة، بس أنا محتاجة أحقق التارجت ده في الوقت ده، سواء بقى شغل أو حاجة شخصية أو تغيير فيا أنا. تمام. إزاي أميز بين إن أنا فعلا محتاجة أفضي وقت للحاجة دي، وبين إن أنا حماسي ليها مجرد حماس لحظي، إن أنا بعد ما أبدأ وأشتغل ألاقي إن الفكرة بس بالنسبة لي كانت جديدة عليا، أو في attractiveness لفكرة إنها حاجة جديدة، فبتخليني أضغط نفسي وأنا مش محتاجة، وبعد كده أحس إن هو إيه، طب أنا ليه بدأت، ليه ضيعت وقت، ليه ضغطت نفسي في وسط حاجات تانية؟ إزاي أقدر أميز بين الاتنين؟ سبحان الله. يعني التمييز ده حتى مرات فعلا الواحد بيميز بعد ما موضوع الأسئلة questioning. الواحد لما يسأل نفسه كتير البوسيبيليتيز بتتفتح بالنسبة له. تمام. إحنا ما نزعل إنه نحن عملنا حاجة ومثلا بعد فترة حسينا إنه دي ما الحاجة المناسبة أو ما الوقت المناسب إنه أنا أعمل الحاجة دي. فلأنه الحياة تجارب، فإحنا لما نجرب أكتر من حاجة دي يعني بتخلينا نعرف أساسا شغفنا وين، اهتماماتنا وين، الحاجة اللي بنحبها وين. الواحد لما يجرب كتير بيعرف بالتحديد هو حاب شنو بالضبط أكتر حاجة بيحبها. وحتى أنا ما بؤمن بإنه أنا ضيعت وقتي أبدا. ليه؟ لأنه في حاجة معينة يعني فعلا هو أي حاجة اختيار، بس في حاجات حتى لو أنا اخترتها بشكل غير واعي ودخلت فيها وبديت وعملتها وكده بتلاقيني تحديات في النص. التحديات دي بتعلمني درس معين، بتعلمني حاجة معينة. فحتى لو أنا عملت الحاجة دي لمدة مثلا أو التاسك ده أو التارجت ده بدأته أيوة ما كملته، لا الواحد ما يزعل خلاص. يعني ما هي لايف إحنا بنعيشها مرة واحدة صح؟ بالظبط. نجرب ونعمل، ما في ضياع زمن. الواحد يعني ما بيتعلم. فكرش في ان انا ضيعت وقتي وضغطت نفسي أبداً. على تاسك وبعدين حسيتها مش مهمة او مش interested فيها بعد ما أبداً. عملتها، اخدها كتجربة ان انا اكيد اتعلمت حاجة في النص. تجربة. وأحلى حاجة إنه الواحد بعد ما يعمل حاجة معينة حتى لو كمل فيها أو وقف يقعد مع نفسه. يعني إنه إحنا نقعد مع أنفسنا ونتفكر ونشوف إحنا عملنا الحاجة الفلانية كيف وليه والهدف والأسباب. دي حاجة حلوة. الواحد كده بيكون في كونتاكت قوي بينه وبين نفسه
وبيفهم نفسه أكتر. إحنا لما نفهم أنفسنا أكتر بنعرف نحدد بالضبط إحنا عايزين شنو أكتر. فالموضوع براكتس، فما في حاجة اسمها ضياع زمن إنه نحن نستفيد حاجة درس معين حتى لو حاجة صغيرة. فالحياة كده يعني، حتى تعلم الحاجات الكثيرة في الخبرات وكده تراكمية. بالظبط. مم. طب يعني كبداية لو أنا بدأت يعني قلت نفسي you can do it وحمست نفسي وبدأت، وبعد شوية حسيت إن أنا بتراجع، أقعد مم. وأسأل نفسي وأفكر نفسي أنا بعمل ده ليه؟ أيوة، الأسئلة الواحد يسأل نفسه كتير، ولو حسيتي إنه نفسك ماشية على إنه لا أنت you want to stop it's okay. طيب أنا عايزة أرجع تاني للنقطة بقى بتاعت you can do it. مهم. زي ما اتفقنا احنا بنعمل الحاجة بعد ما بنتشجع ونقول we can do it ونكتشف إن احنا فعلا we did it وإن احنا مم. نقدر. مم. قبل ما نبدأ بقى مم. أوقات بيبقى فيه صوت داخلي جوايا اللي هو لا صعب، لا مش هقدر. ازاي اقدر اميز بين اذا كان ده الصوت الداخلي ده صوت سلبي نتيجة انتقادات متعودة اسمعها او الناس بتحبطني صعب مش هتقدري، وبين ان ده الصوت الداخلي الطبيعي بتاع لما ببدأ حاجة جديدة، او ان في حاجة جوايا بتحذرني ان ممكن يكون ده مش انسب حاجة ليا. مم. اوكي. طيب هو عموما اي بدايه الواحد لما يبداها وتكون حسب نظرته لها انها هي كبيره بيكون في خوف، والخوف اكبر حاجه، اكبر عدو للانسان، بيمنعنا من انه احنا نتقدم. فخلاص ايوه، الواحد لما يسمع الصوت معلش خليه يمشي، اوكي، يتكلم مع نفسه. انا بالنسبه لي انه انا يعني اتكلم مع نفسي واتناقش معها، دي حاجه مهمه جدا. وانه اسال كتير، اسال نفسي حتى واسال ربنا. فالواحد لما يسال انه او يتقبل اول حاجه انه هو خايف، تمام، لانه اي بدايه في بدايه بيكون في حبه مقاومه ليها. فا اوكي، ريلاكس، اتس نورمال، الكلام ده كله بينه يعني انا اقول لنفسي، اهدي نفسي انه اتس اوكي، اتس نورمال تو فيل ذس. تمام. الواحد يكمل 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 ويكيب asking إنه هل دي الحاجة الحلوة؟ هل دي الحاجة المناسبة بالنسبة لي؟ دي الحاجة اللي أنا بحبها؟ هل حقدر أصل اللي أنا عايزاه في الحتة دي؟ فبس الواحد لما يسأل كتير، لما يهدي نفسه على طول، يهدي نفسه، لأنه it's normal. إحنا مرات بنخاف من الخوف. بالظبط ايوه. صح. ده حقيقي. فطبيعي إن الواحد يخاف. فالواحد يذكر نفسه إنه لا I'm not alone. الناس كلها بتخاف، دي البداية and I can do it. فالواحد لما يتكلم مع نفسه على طول ويتناقش معها ويهديها، الأمور بتتضح. فإحنا بس عجولين يعني، عايزين نستعجل عشان نصل، عشان فلا، الواحد لو بالراحة كده هدى نفسه، وحتى وهو ماشي في المشوار بعد كده بتوضح الحاجات. إحنا بنسأل، بنهدي أنفسنا. انتي قلتي نقطة what if. مهمة جدا ان I accept ان انا حاسة بالخوف. ان أيوة. انا اتقبل مشاعري. انا بالنسبة لي دي اول نقطة في اي حاجة، اتقبل انا حاسة بايه، وفعلا بقعد اتناقش مع نفسي، برد على الصوت الداخلي اللي جوايا ده. فده بيعرفني اذا كان الصوت ده ليه اساس جوايا ولا ده مجرد تكرار للحاجات اللي بسمعها. فعلا سبحان الله. وفعلا الأسئلة يا هايدي أنا جربتها so effective. الواحد يسأل نفسه، يعني يسأل نفسه هل البزنس ده مثلا ده المناسب لي؟ هل دي الحاجة اللي حتحقق لي ذاتي؟ هل دي الحاجة اللي أنا فعلا حقدر أبدع فيها؟ فالأسئلة دي بتفتح مدارك، تتضح مع الزمن. يعني إحنا بس الاستعجال، الواحد لا، يهدى وما في حاجة ورانا. يعني إحنا عايشين الحياة، نستمتع بالتجارب حتى لو كانت في وجهة نظرنا في البداية بنشوفها صعبة، لكن لا، ما نستمتع بالصعوبة. هي مش صعوبة، هي تحديات بالأصح. دي وجهة نظر جميلة. اغلب الناس لا بتبقى فعلا يعني الحياة بالنسبة لهم تارجت، انا خلصت النقطة A عايزة ادخل على B منها على C. ما بيبقاش في وقت ان انا اشوف الحاجة اللي ضيعت وقتي ان هي مش تضييع وقت، ان هي انا اتعلمت منها حاجة. صح. حتى لو مش هيبان دلوقتي او مش هستفيد منها دلوقتي، استفيد منها بعدين. الواحد حتى يعني المتعب في المشوار أحلى من إنه أنا وصلت. بعد ما الواحد يوصل للي هو عايزه، لتارجت معين أو هدف أو حلم كده خدتيه في باله، مرات كتيرة بتجي إنه أوبا، وماذا بعد هذا؟ بالظبط. ايوه ايوه، ده اللي كنا بنتكلم فيه المره اللي فاتت، اللي هو طب وبعدين، طب ماشي انا بدات واتحمست وبتاع، فبنبقى طول الوقت عايزين نفس احساس الحماسه بتاعه البدايه. أيوة. واوقات فعلا بنبقى عشان الطريق جديد علينا بنعطل في النص، بس اوقات هي دي الفكره بتحركنا. انا خلاص حققت يعني مايلستون معينه، انا عايز اللي وراه وعايز اللي وراه، خلصت بروجكت عايز اللي وراه. ما بيبقاش حتى عندنا وقت نسليبريت ان احنا خلصنا حاجه. فعلا صح. فاحنا why we can't celebrate during the journey؟
يعني في أثناء كده الرحلة حقت إنه نحن نصل للهدف الفلاني ده، إنه أنا أستمتع في النص، يكون معاي. بعدين حاجة من الحاجات الحلوة وبتشجع الواحد وبتخليه في انرجي يعني كده بوزيتيف دايما، إنه يحط نفسه بناس بوزيتيف، ناس عندهم أهداف وأحلام وحاجات حلوة زيه، ناس بيشبهوه في البوزيتيف سايد. ما كلنا عندنا البوزيتيف والنيجاتيف، فإحنا لا، ده نحاول نقلله النيجاتيف، نتجه على البوزيتيف سايد. فحتى الواحد مثلا يعني لما يقول إنه أنا في الشغل الفلاني أنا ما مبسوط عشان كذا وكذا وكذا، طب أوكي أنا ما مبسوط، لكن هل في حاجات حلوة في المكان ده؟ الواحد حيلقى، والله حيلقى. بالظبط. فإحنا بس مرات بنغض الطرف عن الجانب الحلو وبنركز على الجانب السيء، ليه؟ عشان نعيش دور الضحية. فالواحد محتاج إنه يكون حكيم، يستمتع بكل لحظة هو بيعملها، ويحيط نفسه بمجموعة حلوة، الأمور حتمشي أحلى ما يكون. we can do it. we can do it. yes. طب أنا عايزة أسألك بقى رأيك في حاجة. اوكي. يعني أنا بحب أسمع منك. اتفضلي. عمرك حسيتي إنك grateful إحساس الخوف والشك اللي بيجي في الأول؟ يعني قلتي لنفسك اوكي انا خايفه، تقبلتي انك خايفه، بس كمان كنت grateful لان ده اداكي motivation ان انت تحققي نفسك عشان تثبتي لنفسك ان you can do it. حلوة يا هايدي جملة تثبتي لنفسك، حلوة حلوة جدا يعني. ليه؟ لأنه آه في ناس كثيرة بتركز على إنها تثبت للناس، تثبت للآخرين، وده بيضيع انرجي كثيرة يعني. ده فإحنا حقيقي. لما نركز على إنه نثبت لأنفسنا أول حاجة، آه حتى الناس اللي كانت شايفة إنه نحن we cannot do this، لا، كلها حتركز معانا، يعني ينساقوا معانا في نفس التراك بتاعنا، حيكونوا شايفين إنه نحن واو يعني، بدون حتى يعني جدال كتير معاهم أو نقاش أو أخذ ورد أو لا، هو خلاص هيشوف ريزلت. تمام. ففعلا يعني sometimes أنا بتمنى بمتن للخوف، يعني إنه أنا خفت في الحتة الفلانية، لكن لا، طالما أنا خفت أنا حكون عايزة أثبت لنفسي إنه I can do this. فبتحصل كتير في حاجات كتير أنا كنت خايفة منها، ووصلت لإنه لا، أنا just I have to start، ولما أبدأ بلاقي إنه واو I did this. yes. so فبكافئ نفسي وبنبسط إنه الحمد لله ده إنه مهم جدا انك بتكافئي نفسك انك أيوة. قدرتي، مش مجرد اثبتي لنفسك وخلاص، لا يعني انت احتفلتي انك قدرتي. أيوة صح. فالواحد ما ينسى نفسه يعني نفسي ساعدتني وساعدتها نفسي، فيلا نحتفل كده مع بعضينا. أنا ونفسي وروحي وكده يعني. ده شيء جميل، ده اهم حاجه. طيب انا عجباني جدا كلمه ما نخافش من الخوف، فانا عايزاكي تقولي لي ازاي الخوف يبقى my friend، وزي ما قلتي يبقى motivation ان هو يخليني احقق نفسي. اوكي تمام. طيب ده سؤال حلو. انا حسيت بالخوف، اوكي، اول حاجه اسمح للمشاعر انها تحصل. انا خايفه، انا ما انا I'm a human being، فنورمال انه انا اكون شويه خايفه، انه اخاف مرات. السماح بعد ما اسمح لانه انا خايفه، بعد كده ابدا اتقبل فكره انه انا بشعر بالخوف مرات. تمام. وحتى هرجع تاني واقول موضوع انه الواحد يتكلم مع نفسه، انه it's okay that انه انا خايفه في اللحظه دي، عادي عادي، أنا بسمح للمشاعر إنها تعدي، تمر، بتروح. تمام. طيب دي حاجة تانية، إنه يعني أكتر برضو على نفسي إنه أنا شجاعة، أنا شجاعة، I can do this، I did that. يعني الواحد يتذكر إنجازاته القديمة، إنه أنا بالظبط. زمان عملت الحاجة الفلانية حتى وأنا خايف، فمعناها إنه أنا بقدر، أنا I can. فأول حاجة السماح، بعدين أتقبل موضوع إنه أنا بخاف مرات، بعد كده يعني أقرأ كتير أو أسمع حاجات عن الخوف، التعامل مع الخوف. آه يعني أذكر نفسي برضو بجمل إنه دايما أنا شجاع، أنا بقدر أعمل، أنا I can do I can do it. بعدين أتذكر الحاجات اللي أنجزتها زمان وأنا كنت خايفة، يعني خايفة قبل ما أعملها، لما عملتها ياي فأنا أنجزتها. بالظبط. فدي حاجات كتيرة بتساعد يعني. والكتابة، في ناس بيرتاحوا بالكتابة، أنا أكتب إنه أنا خايفة من كذا وكذا وكذا، وأنا I'm trying now to إنه to 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 pass this يعني situation ولا الإيموشن الفلانية دي، بسمح لها إنها تكون فيه، وبعد ما خلاص أتقبلها، بعد كده أوكي شكرا شكرا، فعلا شكرا شكرا. حتى المشاعر
دي حاجة positive. أنا أشكرها بالله، شكرا شكرا، تمام، أنا I can do it. شكرا شكرا للخوف إنه عايز يحذرني من إنه يمكن أنت تتأذي لو عملتي الحاجة عايز الفلانية، يحميني. عايز يحميني. فبس أمتن له وأشكره وأتقبل وأسمح وأتذكر إنجازاتي الكثيرة، ودايما أذكر نفسي بإنه أنا I can I'm so يعني brave. طب انا عايزاكي دلوقتي تقولي لي، يعني لو حد بيسمع دلوقتي وهو عجبه الكلام اللي احنا بنقوله ده، بس عايز بقى حاجة يمسكها يقدر يطبقها دلوقتي حالا، تقولي له ايه؟ تمام، حلو. أول حاجة، ما الذي أريده؟ كده سؤال اكتبه. يعني أنا عايز شنو؟ والواحد ما يضغط نفسه بكم حاجة مع بعض. أنا عايز أعمل كده وكده وكده، ونفسي أعمل أسوي فلان. فكل يعني أغلب البشر طموحين، عندهم أهداف، عندهم حاجات عايزين يحققوها. بس مرات حتى الضغط، الواحد لما يضغط نفسه بحاجات كتيرة ويخد كل الأحلام والأهداف كده قدام يعني نفسه، لا، بيصيبوا حبة إحباط، وإنه لا، حس ده انه كتير. كتير عليه. أيوة. فواحدة واحدة، إنه في اللحظة الفلانية دي أنا أهم حاجة من بين الحاجات الكتيرة اللي أنا عايزة شنو، يسأل نفسه ويكتبها. يلا ويكتب كيف بقدر أصل للحاجة دي أو أعملها، ويكتب الحاجات الموقفاني أو اللي أنا خايف منها في الرحلة دي هي شنو، يكتبها. الكتابة بتريح، أنت بتطلع مشاعرك كلها في الورقة، وبعد كده يتعامل بالحاجات اللي احنا قلناها، اللي هي السماح وإنه يتقبل. بعد كده يذكر نفسه دايما إنه هو شجاع وإنه عدى حاجات كثيرة صعبة، ويحيط نفسه بمجموعات بوزيتيف. ده مهم ده جدا. مهم جدا، لأنه يعني صراحة أغلب البشر يعني النيجاتيف انرجي عندهم أعلى، فإنه الواحد يكون عنده كده مجموعة حلوة لطيفة بوزيتيف. وأوقات كتير بيكون الخوف عبارة عن الكلام السلبي اللي احنا بنسمعه، فبقى موجود جوانا. صح، منذ الطفولة أكتر شيء. يعني الواحد بالظبط. هو طفل بيسمع لا ما تخاف من الحاجة الفلانية، لا بتقع، لا يمكن تتكسر، لا. فلا يعني احنا واحنا صغار فبينتقل لهم الخوف خلاص، مع يعني الوقت بيتخزن فعلا. جوا. فعشان كده كل واحد هو بعد يعني بعد ما يكبر بيروح يدور رحلة العلاج رحلة التعامل يلا مع يلا يلا نعمل الحاجات اللي بتخوفنا. ما عشان كده مهم من واحنا صغيرين او اي حد حوالينا نعلمه ان هو ما يخافش، ان هو يفكر قبل ما يعمل حاجه هتكون مؤذيه، لا مش نخوفه اللي هو لا هتقع، لا هتتكهرب، لا هتتعور. احنا بنقول له انرجي الخوف، ايوه خصوصا صح لو فعلا. الموقف جديد عليه. ايوه، يعني محتاجين ان احنا يعني نتعامل مع الموضوع مع انفسنا اول شيء، انه نحن نهدي انفسنا. بعد كده ناخد معاه مع الطفل ده يعني زي ديسكشن بسيط، انه لو عملت كده هيحصل شنو، مش الافضل انه نعمل كده ولا كده، ومن غير ما اخوفه. ايوه. فاحنا لو اخدناها في شكل انه سؤال واخد ورد، الموضوع كده بيدخل في نفسه بسهوله وبساطه وبيتقبله. فافضل من انه اوردرز ولا لا فكده احنا بنعمل ليميت له. احنا نعمل كده مع الطفل اللي جوانا، صح. نتكلم معاه بالراحه. اتس اوكي، اتس اوكي لو خفت موقف جديد عليك، طب ما يلا سبحان نجرب الله نعمل كده. فعلا. طب فاكر المره اللي فاتت لما جربته؟ انا نفسي جربت الطريقه دي، بحس سبحان ان هي الله. بتجيب نتيجه لما بقعد اتكلم مع نفسي. بقول لنفسي اوكي، بقول لنفسي شكرا انك خايفه وانك بتوريني الخوف وبتحاولي تحميني وتحذريني. you're trying to protect me ان انا ما تاذيش. فبقبل ده، وفعلا زي ما قلتي انا بشكر نفسي على ده. بس ببتدي افكر نفسي، طب فاكره ما انا قبل كده عملت كذا وكنت خايفه، اللي هو بجيب لنفسي دليل، اللي هو الكلام الداخلي مجرد كلام، صح. لكن المواقف اللي حصلت ده دليل، انا بوري لنفسي الدليل اهو. فلو نفسي ما بيبقاش عندها حاجه تقولها لي، لا صح انت عندك حق، انت فعلا عملتي ده. صح. بس برضو بيفضل فيه شويه الخوف الطبيعي بتاع الحاجه الجديده، ان ايوه انا هبدا موضوع جديد عليا، طب انا هنفع، طب. لكن فعلا. الخوف بقى بتاع الكلام السلبي لا، ده انا بشكر نفسي عليه، بتقبله، بشكر نفسي عليه. واوقات كتير بكتب زي ما قلتي بالظبط ان انا بحقق ده. شفتي انا شطوره اهو. انا عايزه احقق ده. ايه الحاجات اللي ممكن تقف في طريقي، والبلان اللي انا استخدمها عشان اتغلب عليها. وبفكر نفسي، بقعد اتكلم مع نفسي، ادخل نقاش اوكي وانا عملت ده قبل كده وفي الموقف ده وفي الموقف ده، وبثبت لنفسي ان I can do it. فعلا. فلا طريقتك حلوه، انت ممتازه يا هايدي. انا اهو تلمستك. انا عايزه اقول لك شكرا جدا انك اتكلمتي معايا النهارده، وانك اخترتي توبيك انت نفسك مريتي بيه وحبيتي تشير الاكسبيرينس بتاعتك علشان نساعد اي حد بيسمعنا. الله يخليك يا هايدي، تسلمي والله، شكرا ليكي. وانا مبسوطه انه انا معاكي في البودكاست ده، واتمنى انه يفيد ناس كثيره. وفعلا الواحد لما يحكي حاجه هو مر بيها
فدي بتكون more effective يعني للأذرز، إنها بتأثر فيهم أكتر من أنا القلب إلى القلب إن شاء الله. أنا اللي شكرا جدا إنك قعدتي معايا النهارده واتكلمنا كتير. إن شاء الله هنقعد مع بعض أكتر مرات تانية وهنتكلم أكتر من كده. إن شاء الله. لا دي من حاجات يعني من حاجات اللي تبسطني أنا، فبنبسط معاكي ومواضيع حلوة وأنا كمان والإنرجي انبسطت حقتك جدا حلوة. جدا النهارده. الله يخليك، تسلمي شكرا يا هايدي. جدا. Thank Thank you. you.